السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم. ان شاء الله النهارده يا فانيلياتي هنعمل تزيين كيك بتكنيك ممتاز جدا وحلو جدا ومختلف وجديد في نفس الوقت. احلى ما فيه انه ما بيتعملش بالشانتيه، بيتعمل بكريمه الزبده او الجناش، لكن مع بعض هنعمله بالكريم شانتيه وتشوفي الدنيا فيه كانت تحفه ازاي. يلا بينا على طول نشتغل مع بعض. اول حاجه انا معايا كيك هنا مقاس 18، كنت حاشياه ومظبطاه في الكادر وسايباه في التلاجة. تعالي نعمل مع بعض كريمة الحشو. أنا معايا هنا 250 جرام من المية الساقعة المتلجة، حطيت عليهم 200 جرام من الكريم شانتيه، وحطيت عليهم 60 جرام من السكر البودرة. لو هتلاحظي هتلاقي إن القوام ما شاء الله تقيل من البداية، لكن أنا عايزاه تقيل قوي، يعني متماسك قوي، علشان خاطر التكنيك ده بيحتاج كريمة متماسكة. فهبتدي ان انا احط له يا اما معلقتين من بودرة الكريم شانتيه او الباستري كريم. انا هنا حطيت معلقتين من الباستري كريم وخفقته مرة تانية، فبقى القوام معايا حلو قوي. تعالي بقى نلون ونشوف اللون الحلو ده هناخده ازاي. معايا لون اصفر ومعايا لون ازرق. علشان اعمل اخضر هبتدي اضربهم مع بعض كويس، هيبتدي اللون الاخضر الفاتح يظهر معايا. انا دلوقتي عايزه اخد اساس اخضر، فهحط ازرق تاني علشان ازود التشبع بتاع الاخضر. هبتدي بعد كده احط نقطة من البني علشان خاطر اغمق اللون شوية، فيبقى عندي اخضر بس داخل في الغامق، عشان لما احط عليه الاصفر والاسود يظبط معايا الدرجة اللي انا عايزاها من الاول. حطيت اصفر واسود وقلبتهم كويس عشان انا عايزه اشتغل على ميه اللون بتاع التاج ده. التاج ده اللي انا هحطه فوق التورته. حسيت ان لا، لسه اللون كمان محتاج يحصل له تشبع كمان في الالوان، فحطت له اصفر واسود. قلبت كويس كويس علشان اخد الدرجه دي اللي هي درجه الفستقي بتاع التاج اللي انا هشتغل عليها. هنا بقى هبتدي الون معايا باللون الايفوري. ما عنديش ايفوري لكن عندي اصفر وبني، فحطيت اصفر مع بني وهقلب كويس علشان اخد الدرجه بتاعه الاوف وايت. الاصفر هنا زايد شويه فهطفيه بسنه كمان من اللون البني عشان خاطر اخد اوف وايت او ايفوري غامق شويه. يبقى انا كده معايا الدرجتين اللي انا هشتغل على التورته بيهم. هبتدي دلوقتي اجيب كده 2 كليريك بيتباعوا مع بعض دايما عند بتوع المستلزمات. هبتدي ان انا اجيب ستريتش راب واقفل واحده منهم بالستريتش راب، بحيث تبقى يعني من جهه كده ملساء خالص وناعمه، فيهاش اي نغبشه، والنغبشه كلها هيبقى في تجميعة الستريتش راب من الناحيه التانية. دي اول واحده خالص هجيبها على جنب، واجيب بقى الكيك اللي معايا. الكيك اللي معايا مقاس 18، هحط واحده كده عند القاعده واقلب الكيك اللي معايا وبعدين احطه على البورد بتاعه التقديم. هجيب الاكليريك التانية اللي انا قفلتها ومن الناحيه الملساء خالص هبتدي ان انا احط عليها كميه كده وفيره من الكريمه وافردها بالمعلقه. هاخد دي بقى واحطها كده فوق وش التورته. ابتدي بقى ان انا اقيس كده بالسكرابر من تحت ومن فوق الاتنين اكليريك مظبوطين كده بالظبط على بعض ولا لا. تمام، لقيتهم مظبوطين. هبتدي ان انا املي بقى ما بين الاتنين اكليريك دول. هبتدي باللون الفستقي اللي حملناه مع بعض، وبعد كده ادخل باللون الاوف وايت علشان اقفل ما بين الاتنين اكليريك. اول حاجه خالص هستخدم الاسباتيولا باني افرد بس الكريمه كده، مجرد فرد الكريمه على الكيك اللي عندي. وبعدين ادخل بقى في المرحله التانية المهمه اللي هتطلع لي الشكل الحلو بتاعي، وهو السكرابر. اول ملحوظه، وانتي ماسكه السكرابر تبقى ايدك مايله مش ايدك عموديه. لو ايدك عموديه هتخدش الكيك بزياده وهتطلع كميه كبيره من الكريمه احنا مش عايزينها. تاني حاجة هتلاقي فراغات هوا بتطلع معاكي، ولا يهمك، فراغات الهوا دي هنعالجها في الآخر وهتبقى يعني مش موجودة خالص بأمر الرحمن. تالت حاجة، بتمشي على كل جزئية قطعة قطعة عشان خاطر تجلسيها بشكل حلو وما تستعجليش فيها. وانتي شغالة بقى هتبتدي تلاقي ان الكيك ابتدى يكشف معاكي، خاصة في الأجزاء اللي داخلة لجوه دي. هتبتدي انك تضيفي عليها شوية من الكريمة، كل جزئية بالكريمة المناسبة بتاع اللون بتاعها. وبعدين هبتدي اجلسها مرة تانية بالسكرابر عشان اخد شكل ناعم واملس ويبقى بروفيشنال، يعني الى ابعد درجة ممكن. بظبط كده كل جزئية، ما تقلقيش بالنسبة للفنكشة او الخربشة، شيء طبيعي لان احنا لسه في الاول. دلوقتي هبتدي بعد كده ان انا طول ما انا شغالة في حتة معينة كده مضايقاني وعمالة تخربش. الحشوة دي كانت حشوة سنيكرز وفيها شوكولاتة وكده، فكانت قطع الشوكولاتة ظهرت معايا، فابتديت ان انا اشيلها بالمقص
خالص واحط مكانها شويه كريمه، ورجعت تاني اجلس الجزئيه دي عشان خاطر يعني تبقى بيرفكت قوي. هنا بقى اهم خطوه، السباتيولا بتاعتك او السكرابر بتاعك تحطيه في ميه سخنه او على النار مباشر بحيث يبقى سخن، تمشي على الكريمه يديها شكل املس وناعم خالص. وبسيف السكرابر اللي معايا هبتدي اشيل الكريمه الزياده اللي فوق الجزئيه اللي معايا، واخدها دلوقتي ادخلها الفريزر لمده ساعتين تجمد معايا وتبقى تمام. اول ما تطلع اخدها وابتدي اقلبها الاول عشان انا هشيل القاعده الاول. هبتدي ادخل كده سيف السكينه وازق الاكليريك لفوق، هيطلع معايا بمنتهى السهوله. هحط بورد التقديم عليها وايد من تحت وايد من فوق، وهوب على طول اقلب الناحيه التانيه، اشيل البورد من فوق وبرضه بسن السكينه امشي ما بين الاكليريك وما بين الكريمه وازق لفوق فتطلع معايا، واشدها كده من الكيس. هلاقيها سهل قوي في الخروج. طبعا هتتخضي عشان المنظر ده، ما تقلقيش، شويه كريمه بنفس اللون وهبتدي افردهم فوق الكريمه بتاعتي. هبتدي كده مع كل نص دايره طالعه لبره امشي معاها بالسباتيولا بحيث اغطي الجزئيه دي خالص. واخر مرحله باخد السباتيولا بتاعتي احطها على النار مباشر تسخن قوي، وامشي على وش الكريمه اللي معايا، هتبقى ناعمه وكل الخرابيش دي هتروح منها، هتبقى زي المرايه زي ما انت شايفه كده. بس يا ستي، ايه رأيك في التكنيك؟ بس بجد الشكل الاخير بيستاهل. هحط بقى في الاخر التاج اللي عندي، مش حابه ان انا احط اي تفاصيل، هي قمر كده لوحدها وعشان الشكل كمان بتاعها يوضح ويبان. ان شاء الله النهارده يكون تكنيك النهارده عجبك ومفيد ليكي. اوعي تنسي يا فانيليا اللايك والاشتراك والشير، وكمان اوعي تنسي ان احنا مقاطعين وهنفضل دايما مقاطعين. صباحكم دايما زي الفل.